الكثير منا يكره الحديث عن الموت. نؤمن بأنها حقيقة قطعية سنواجهها ذات يوم، لكننا نتجنبها، لا نعيشها يقينا قلبيا يستحوذ على تفكيرنا. تجتاحنا مشاعر خوف وقلق. يأتيك شعور ضمني بأنك إذا تحاشيت ذكر الموت فإنه يبتعد عنك، وإن ذكرت اقترب منك ودنا أجلك. لذلك نحاول أن نفر منه ونتجاوز ذكره بسرعة حتى نعود لحياتنا الطبيعية. وبينما نحن كذلك يأتينا قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هب أنك فررت ونجوت من خطر كاد أن يودي بحياتك، يأتيك قول الله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى ما ستعيشه بعد ذلك هو فترة زمنية محدودة قليلة. طيب، لو فكرت ككثير من الساسة والأثرياء ممن يتوهم بأنهم في قصورهم المشيدة أبعد عن مخاطر الموت من سكان الخيام والأحياء البسيطة العشوائية، يأتي قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللحظة القادمة التي تنتظرني وتنتظرك لا تقبل التأجيل ولا التقديم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكننا في حقيقة الأمر نعيش مفارقة عجيبة، حالة من التناقض بين العقيدة والسلوك. نؤمن بأن لحظة توديع الدنيا تقترب، ونراها تأخذ أعدادا ممن ساكنونا وآكلونا وناقشونا وزاملونا، ثم نغفل ونتناسى، ولا ينعكس ذلك الإيمان على سلوكنا. يشير القرآن إلى هذه المقارنة والمفارقة بين قرب الأجل مقابل استمرار الغفلة. يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طيب، لماذا نستحضر فكرة الموت؟ لماذا يجب أن تظل هذه الفكرة المرعبة مصاحبة لنا؟ أليست فكرة محبطة؟ خذ معي هذا المثال. لو قيل لك أنك ستقيم 5 سنوات في بلد، ثم تنتقل إلى بلد مجاور لتعيش فيه 100 سنة، فماذا ستفعل؟ بالتأكيد ستوجه كل خططك وأفكارك وسعيك نحو البلد الآخر. ستعيش بالكفاف في الأول وستستثمر للثاني، لأنه الأهم والأطول. هكذا يقول المنطق. ركز الآن، نحن نقارن بين زمنين، أحدهما 5 سنوات والآخر 100. فما بالك بمقارنة الحياة المؤقتة بالحياة المؤبدة؟ جنة أبدية أو نار أبدية، أي الخيارات يستحق الجهد؟ العاقل هو من تستحوذ حقيقة الموت على تفكيره، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الحياة بل البداية الحقيقية، فتدفعه لعمل ما ينفعه في الآخرة، تجعله يزهد في الأحاديث الفارغة والأعمال التي لا تقربه من الله، تجعله ينظر للأشياء بنظرة ميزانها: هل يقربني هذا من الله؟ هل هذا القول، هذا القرار، هذا الجهد سينفعني في دار الآخرة؟ أم سيزيد من أثقال الدنيا ويبعثر طاقتي فيما لا طائل منه؟ تجعله يقف متأملا في علاقاته فيختار مقربيه بعناية، من يذكره بالله ويعينه على طاعته ويبتعد عن الصحبة التي تثقل كاهله بالذنوب. تجعله يحب لقاء الله فيكون كل يومه استعدادا لذلك اللقاء، يزين أعماله بما يرضي الله ويتخفف من كل ما يثقل خطواته نحو الجنة. تعلمه أن القبور مليئة بمن كانوا يملكون الوقت ولم يحسنوا استغلاله. فالموت ليست فكرة محبطة، واستحضارها ليس شيئا عبثيا، بل حافز للحياة. هو البوصلة التي تعيدك دائما إلى الطريق الصحيح، هو الحقيقة الوحيدة التي تضع كل شيء في مكانه المناسب وتعريك أمام نفسك.
وتضعك أمام السؤال الأهم: هل ستغادر الدنيا خفيفا أم مثقلا بما يغضب ربك؟ السلام عليكم.